هقول لكم على بعض الآليات اللي ممكن تخليك تقلل خوفك مع الوقت. برمج العقل الباطن تاني. يعني ايه؟ يعني حط ذكريات جديدة، اعمل حاجات جديدة، سافر. مصطفى محمود الله يرحمه، الدكتور مصطفى محمود له كلمة يقول لك انا كنت بسافر خارجيا وداخليا. مهم جدا لو انت مش قادر تعمل ده انك تلجأ لمتخصص عشان تبدأ تعمل جلسات علاج معرفي سلوكي. مفيش داعي انك تحط حجة بالافكار السلبية اللي موجودة في عقلك الباطن. مهم كمان جدا، وده قلنا في فيديو النوم، انك تنام كويس 7 ساعات عشان تعيد برمجة العقل الباطن. مهم كمان قوي، وقلناها برضو في فيديوهات قبل كده، النجاحات الصغيرة المتكررة، الروتين، كل يوم اقرا صفحة، اللي هو الورد اليومي بتاعنا سواء في الاذكار او في القرآن. لو تفتكروا ممكن نضيف له ورد كمان، علم قراية، بحيث ان انا كل يوم يبقى عندي نجاحات صغيرة متكررة.